ثلاث أسباب ورا خسارة الزمالك للقائه أمام أسوان في الدوري. النهاردة هناقش معاك الثلاث أسباب عشان هنتكلم كلام فني مهم. تابعوا معايا، الحلقة دي هتكون مميزة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك لعب قدام أسوان في مؤازرة جماهيرية كبيرة جدا، وجماهير اتحجز لها قطر بالكامل علشان خاطر تروح تشجع فريقها في مباراة أنا شخصيا كنت متوقع إنها هتكون من المباريات الصعبة جدا على نادي الزمالك، بعكس كتير من الجماهير ومتابعي كرة القدم اللي هم شافوا إن مباراة أسوان هتكون مباراة سهلة. ثلاث أسباب هنتكلم فيهم مع بعض النهاردة عن أسباب خسارة الزمالك للقائه أمام أسوان. السبب الأول، وندخل في موضوع الحلقة على طول، هو خطأ في التشكيل. والخطأ في التشكيل ده مقسوم لنقطتين صغيرين. النقطة الأولانية هي تبديلة اضطرارية بالنسبة لجيسوالدو فريرا المدير الفني لنادي الزمالك، والنقطة الثانية هو تشكيل حطه باختياره. الاضطراري بالنسبة له هو مشاركة محمد عبد الغني بجوار حسام عبد المجيد في خط الدفاع نظرا لإصابة مصطفى الزناري. كان في ناس كتير بعد مشاركة الزناري بشكل أساسي في مباريات الزمالك أو المباراتين ثلاثة اللي فاتوا كان بيوجه للزناري بعض الانتقادات. الحقيقة اللي كتير من جماهير نادي الزمالك عرفوا إنها ما كانتش انتقادات في محلها، خاصة بعد ما شافت محمد عبد الغني وتسببه في هدف ذاتي. خليني أقول لك إن أنا مش بتكلم هنا عن محمد عبد الغني بخطأه أو إنه تسبب في هدف ذاتي في مرماه، لان ده وارد في كرة القدم ان يحصل اخطاء، لكن القصة هنا انت دورك كمدافع ما اديتهوش بشكل كامل خلال مشاركتك مع نادي الزمالك. الحقيقة محمد عبد الغني بقاله كتير بعيد عن التشكيلة الاساسية، وحتى لما بيشارك كمدافع تاني او كمساك تاني ما بيقدرش يأدي الدور اللي معمول عليه، وطبعا ده بسبب غياب محمود حمدي الونش الاصابة، اللي بنتمنى له طبعا انه يعود سريعا، لانه خسارة كبيرة مش بس نادي الزمالك ولكنها خسارة كبيرة لمنتخب مصر. عبد الغني كلنا عارفين ان عنده مشكلة في الكروسات او في الكرات العرضية، ودي كانت دايما بتكون واضحة بالنسبة له. لمع نجمه شوية بعد ما فيريرا شاركه لما كان الزمالك ما عندوش لعيبة في نص الملعب، شاركه في منتصف الملعب بدأ يأدي بشكل أفضل، لكنه كمساك ما كانش مقنع بشكل كامل. وهنا فيريرا معذور لأنه ما عندوش حد ممكن يشارك في هذا المركز بجوار حسام عبد المجيد، لان زي ما قلت لك من شويه ان مصطفى الزناري كان مصاب ومشاركته اضطراريه. النقطه الثانيه اللي كانت باختيار جيسوالدو فريرا هو انه يلعب بمحمود عبد الرازق شيكابالا بشكل اساسي ويبدا بيه اللقاء. هنا مشكله، لان اي حد بيفرج وبيتابع هيبقى عارف ان شيكابالا عنده مشكله في الجانب البدني، ده رقم واحد. رقم اتنين، عنده مشكله انه ما بيرجعش يدافع، او حتى لما بيرجع يدافع ما هوش لعيب فايتر على الجانب الدفاعي. ودي كانت ثغره واضحه جدا في تشكيله الزمالك من البدايه، وقدر اللي مذاكر وقاري كويس قوي فرقه الزمالك، وهجي لك على ايمن الرمادي في اخر عنصر عشان اقول لك هو ليه ساعد فريق اسوان وفقا للامكانيات المحدوده جدا اللي موجوده عنده انه يقدر ان هو يشتغل ويعمل على الزمالك هذا الجيم الرائع. ده السبب الاولاني لخساره الزمالك امام اسوان. السبب الثاني لخساره الزمالك هو ان الزمالك عنده رعونه في اداء لاعبيه، وكما لو كان تصدر الدوري هو انجاز. النهارده بعد ما الزمالك ركب الدوري بفارق الاهداف، تشعر ان لعيبه الزمالك بدات ان هي تلعب بتعالي شويه. ويمكن ياكد لك كلامي ده ان المباراه مش مباراه اسوان، المباراتين اللي قبل كده حتى اللي تعثر فيها الزمالك بتعادل هتلاقي فيها حاجه غريبه جدا، ان لعيبه الزمالك ما بتفكرش ان هي تشد من مستوى اللعب وترجع للجيم وتقاتل على الثلاث نقاط الا في اخر ربع ساعه، وكما لو كان دي رساله عايز يصدرها اللعيبه وفقا للقناعات اللي موجوده عندهم ان انا هكسب في اي وقت. وده طبعا في عرف كرة القدم مش موجود. النهارده انت عشان تقدر ان انت تكسب وتقتنص الثلاث نقاط وتفضل تقتنص وتجمع النقاط بتاعتك لغايه ما تحقق البطوله اللي انت بتسعى ليها، مطلوب ان انت تقاتل طوال ال 90 دقيقه طوال المباراه. انما اخر ربع ساعه بس هي اللي انا ادي فيها بشكل قوي اعتقادا مني ان انا هكسب في اي وقت، ده مش موجود في عرف الكوره بشكل يعني كامل. النقطة الثالثة أو السبب التالي وهو الميل للعب بطريقة فردية من اتنين لعيبة. صحيح هم لو كانوا محور مهم جدا في فوز وأداء الزمالك على المستوى الهجومي
في اي مباراه بيشاركوا فيها هما الاثنين بسبب المجهود الفني والبدني العالي اللي بيتعمل. لكن الاثنين لعيبه دول تحديدا في اوقات كتيره جدا من عمر اي مباراه بيشاركوا فيها بيميل لعبهم الى الطريقه الفرديه. مين هما الاثنين اللعيبه دول؟ احمد سيد زيزو وامام عاشور. رغم ان زي ما قلت لك هما النجوم، وضيف عليهم كمان يوسف اسامه نبيه، لكن الثلاث لعيبه دول او الاثنين لعيبه، وممكن يوسف يدخل كده معاهم من بعيد، يوسف اسامه نبيه. ويمكن هو تعرض لانتقادات من والده وبعض المشادات كده في المباراه اللي فاتت بسبب ان كانت في فرصه بالنسبه له كانت سهله، كان ممكن يتصرف فيها بشكل افضل من كده. لكن الميل الى الشعور بالنجوميه والفرديه وانك انت مجهودك ما يخدمش اللعيبه، طبيعي جدا. خلي بالك ان اي لعيب كره بيبقى عايز يطلع كده لمسه ولا لمستين ولا ثلاثه بالكتير في المباراه يبين لك فيهم مهاراته ويجذب نظر واهات الجماهير اللي بتتفرج عليه سواء في الملعب او امام الشاشات. لكن ده ما ينفعش يبقى طول الماتش انا بفكر في ان انا هستخدم حل فردي عشان اسجل هدف عشان احافظ على نجوميتي. نجوميتك هي انك انت تكون ادائك جماعي، او حتى الاداء الفردي اللي بتعمله في النهايه لازم يكون بيخدم الاداء الجماعي لفرقتك وعشان يفيد الفرقه. انما هتميل للعب بفرديه في النهايه مش هتاخد النتيجه اللي انت ممكن تكون عايزها. اخر حاجه هكلمك فيها هو ايمن الرمادي المدير الفني لفريق اسوان، عشان برضو كل الاسباب الثلاثه اللي انا قلت لك عليهم كلهم متعلقين بنادي الزمالك. لكن عشان ما اغفلش فريق اسوان حقه واغفل ايمن الرمادي كمدير فني كفء لنادي اسوان، النهارده هو عمل ايه ايمن الرمادي؟ هو عارف ان امكانيات لعيبته ممكن تكون مقارنه بنادي الزمالك، طبعا انا ما بتكلمش على المستوى الفني، لكن انا بكلمك على ان هو عنده قناعه، ودي الحقيقه فعلا ان القيمه التسويقيه لكلا الفريقين تختلف تماما. لكن عنده ثلاث عناصر يقدر ان هو يشتغل عليهم مع نادي اسوان، وهو ده اللي عمله فعلا. العنصر الاولاني ان اسوان بيأدي على ملعبه بشكل رائع جدا زيه زي غزل المحله بالظبط. العنصر الثاني عنصر الجماهير. العنصر الثالث عنصر الحماس اللي دبوا في فرقته، وبعض التكتيكات الفنيه الصغيره اللي اشتغل عليها. اشتغل على ايه؟ اشتغل على جبهة فتوح، ان فتوح بيشتغل بشكل كامل على النواحي الهجومية، والجانب الدفاعي بيكون عنده بعض القصور شوية، خاصة ان ما بيغطيش معاه عمرو السيسي في منطقة نص الملعب، اللي هو لاعب محتاج من وجهة نظري الشخصية انه يقتنع انه لعيب كويس ويكون عنده ثقة في نفسه بشكل افضل من كده. لان عمرو السيسي لما بيستلم الكوره تحس ان في كهرباء كده موجوده في رجله، محتاج انه يهدى شويه، والهدوء ده مش هيجيله الا اذا خف من على نفسه الضغط العصبي اللي هو عامله لنفسه، مش حد اللي عامله له. لان هو لغايه دلوقتي طبعا فرق كبير ما بين انك تلعب في طلائع الجيش ملوش جماهير وما بين انك انت تلعب في نادي الزمالك، فلازم يخف الضغط والعبء النفسي اللي موجود عليه. عشان كده بيكون عنده بعض القصور الفني، لكن هو لعيب كويس جدا بالمناسبه. فلعب ايمن الرمادي على الحته دي ان مفيش تغطيه بتحصل من السيسي، وكمان لعب من الجنب الثاني من عند بالحاج على قصه شيكابالا وعدم التزامه بادواره الدفاعيه، وحط 2 لعيبه في نص الملعب من اللعيبه المهمه جدا مع نادي اسوان عشان يعملوا ضغط على دونجا. لان امام عاشور نص الملعب انت عندك على الورق الزمالك كان بيلعب ب3 لعيبه، لكن في حقيقة الأمر هو لاعب واحد بس وهو دونجا اللي بيقدم مستويات طيبة ورائعة جدا. إمام عاشور بيزيد على الجانب الهجومي، عمرو السيسي نفس القصة كان بيتطرف على الأجناب ويزيد على الجانب الهجومي، ما كانش عنده إلا محور واحد في نص الملعب، عشان كده أسوان سيطر على منطقة نص الملعب. كمان أيمن الرمادي ذاكر فرقة الزمالك كويس قوي، وعارف إن الكروسات أو الكرات العرضية بيكون عندهم مشكلة ومشكلة كبيرة جدا فيها، فدفع بمهاجم قوي بيلعب بدماغه بشكل أكتر من رائع هو ديلسون كاموني، وكورتين جم لديلسون كاموني في العارضه وسجل من خلالهم كمان هدف، وكان ممكن تبقى النتيجه اكبر من كده بسبب استغلاله للتمركز السيء لمدافعي نادي الزمالك ان كان حسام عبد المجيد او محمد عبد الغني. اذا الكرات العرضيه كانت سلاح مهم جدا، لان مهم جدا. انا دايما بتكلم على اي مدير فني وبقول لك ان المدير الفني الناجح ما هوش هو اللي بيكسب او هو اللي يمتعك في الكوره بس. المدير الفني الناجح اللي عارف كويس امكانيات لعيبته ايه، اللي يقدروا يأدوا ايه وما يقدروش يأدوا ايه، واللي بيقرا الخصم بشكل جيد، وده اللي عمله ايمن الرمادي. اعتقد ان اهم 3 صفقات الزمالك محتاج كمان انه يعملهم اذا كان عاوز ينافس. ايه هم ال3 مراكز دول؟ الزمالك محتاج مدافع، وبالمناسبه ما هوش محمود شبانه، عشان محمود شبانه
مش هيكون افضل من اللي موجودين حاليا، وبالتالي الزمالك يحتاج الى التعاقد مع مدافع سوبر، وليكن احمد حكم مدافع نادي سموحه، لان شايفه الحقيقه من المساكين المميزين جدا، وان كان في بعض المفاوضات مع النادي الاهلي مع هذا اللاعب. الزمالك يحتاج الى جناح ايسر بشكل قوي جدا، ويحتاج الى مهاجم، ومهاجم مهاجم يمتلك كل المقومات اللي الزمالك بيبحث عنها. خلي بالك واحفظ الفيديو ده وخليه عندك. الزمالك لو ما دعمش في يناير بالثلاث صفقات اللي بقول لك عليهم، مساك سوبر وجناح ايسر سوبر ومهاجم سوبر، هيخرج الزمالك بدون اي بطولات. انت بتشارك في دوري وكاس وكاس رابطه ودوري ابطال افريقيا، الثلاث مراكز دول فيهم مشكله، فيهم مشكله، ولازم الزمالك يسعى الى تدعيمهم بصفقات اقل ما توصف به انها صفقات سوبر. اشوفكم في حلقه جديده.